هات شويه فلوس قليله، يعني مثلا هات 1600 جنيه هرجعهم لك 8000 جنيه. طب هقول لك على حاجه حلوه، هات ال 8000 جنيه وهرجعهم لك 88000 جنيه. فاكرين حوار المستريح بتاع اسوان اللي كان بيشتري البهايم اغلى من سعرها وكان بينصب على الناس وكده؟ نفس الفكره حصلت على النت خلال اليومين دول. تعالوا بقى اقول لكم على الحوار ده، بس خليكم معايا بعد الانترو. بصوا يا جماعه، مبدئيا كده انا عامل الفيديو ده لسببين. السبب الاولاني ان انا كان واحد من اللي اتنصب عليكم في البرنامج ده، وبصراحه مش عارف انا فرحان ليه، يعني ايه البرود اللي انا فيه ده. السبب الثاني هقول لكم عليه في اخر الفيديو. هو الموضوع بدا معايا ان كان في حد حبيبي، بس هو دلوقتي ده مش حبيبي، ده حد تاني، لان اتنصب عليا. ده انا هاكلك علقه لما اشوفك، بس اصبر. المهم كل الناس اللي دخلت الابلكيشن ده دخلت من خلال دعاوي بتاعت ناس تانية. كان لازم حد يعمل لك دعوه، لان المفروض ان هو كان بياخد 10% من الارباح بتاعتك، فده كان بيخلي الناس تعمل دعاوي بالعبيط. بصوا، هو الموضوع باختصار شديد ان انا لما دورت في حوار الابلكيشن ده لقيت ان هو موجود من شهر 8. المفروض ان انت بتحمل الابلكيشن من اللينك اللي بيتبعت لك وتخش وتسجل فيه عادي خالص، وبتضيف فيه رقم المحفظه بتاعتك اللي هي فودافون كاش، اتصالات كاش، ايا كان. تبدا تشحن عشان تشتري الات التعدين اللي كانت بتجيب لك ارباح بشكل يومي لمده 200 يوم 150 يوم، وكانت فعلا بتجيب ارباح بارقام فلكيه. يعني ال 1600 جنيه كانت بتجيب لك 8000 جنيه، ال 8000 بتجيب لك 88000، ال 16000 بتجيب لك 220000، ال 60000 بتجيب 400000. اللي هو ايه الارقام دي؟ انت لو سالت اي عيل اهتم ماشي عريان في الشارع هتساله ايه الحوار ده، هيقول لك دي اشتغاله. بس طبعا في ناس كسبت، والناس اللي كسبت دي خلت كل الناس تخش في الموضوع ده بقلب جامد. وكان في جروب على الواتساب، المفروض ان ده جروب الاعضاء، انا فيه بقالي شويه كده وبراقبهم وعايز افهم الحوار ده على ايه. والاقي اللي بيشحن ب 8000 واللي بيشحن ب 16000 واللي بيشحن ب 4000، وشايف ارقام عماله تترمى كده. فاللي هو ايه يا جدعان، انتوا مجانين، انتوا ترموا فلوسكم كده. بصراحه قلت اجرب، رحت رامي 200 جنيه. المفروض ال 200 جنيه دي كانت هتجيب لي 400 جنيه في خلال 20 يوم. بعدها بيومين او حاجه نزلوا حاجه في الابلكيشن اسمها صناديق. الصناديق دي عباره عن انك بتشتري صندوق مثلا ب 4000 جنيه بيجي لك 4000 جنيه لمده ايام، فخلى الناس تطمع اكتر فترمي فلوس اكتر. بعدها بيومين بالظبط، بعد ما كل الناس رمت فلوسها، الابلكيشن قفل فجاه، وده اللي كان هيحصل وده كان المتوقع اساسا. هو الموضوع ده كله حصل في خلال الكام يوم اللي فاتوا دول. المهم بعد ما الابلكيشن قفل لقيت خبر ان الناس دي اتقبض عليها، وان الابلكيشن ده ليه عناصر تانية اجنبيه. المهم ان الجروب بتاع الواتساب ده كان فيه ناس منهم كان المفروض ان هم مشرفين بتوع الابلكيشن، اللي هو لو اي حد واجهته مشكله في الشحن او في السحب كان بيكلم حد منهم كانوا بيحلوها له. ده اللي فهمته من رسائل الناس يعني في الجروب. فبما ان الناس دي كانوا هم المسؤولين عن حل اي مشكله جوه سيستم الابلكيشن، فبنسبه كبيره اكيد الناس دي هم المسؤولين عن الموضوع ده. فانا ما اعرفش الناس دي اتقبض عليهم برده مع اللي اتقبض عليهم ولا لا، فانا هسيب لكم ارقامهم كلهم في اول كومنت. فالسبب الثاني اللي انا عملت عشان الفيديو ده ان انا حبيت اشارك باللي اعرفه عن الموضوع، ويا ريت لو الناس دي فلوسها رجعت لها يا ريت ترجعوني ال 200 جنيه بتاعتي عشان عايز اجدد باقه النت. يلا سلام.